أهلا بحبايبي طلاب 5 ابتدائي، معاكم ميس مارينا، والنهاردة هنشرح مع بعض المفهوم الثالث اللي هو بيتكلم عن تأثير الجاذبية. يلا بينا. أول حاجة قبل ما أشرح وقبل ما ندخل في الدرس، قولولي تعرفوا إيه عن الجاذبية؟ يعني إيه جاذبية؟ أول ما بقول لكم كلمة جاذبية إيه أول حاجة بتيجي في بالكم؟ ببساطة الحاجة اللي لو رميناها هتسقط على سطح الأرض، أي حاجة هنرميها هتنزل تاني. طيب هي ليه بتنزل؟ طب هو احنا ليه ما بنطيرش في الفضاء؟ طيب هو ليه الكرسي ده ثابت؟ وليه أنا ثابتة؟ وليه الشاشة دي ثابتة؟ وليه أنت قاعد ثابت؟ وكل الحاجات دي كل ده بسبب حاجة اسمها الجاذبية. طيب يعني ايه الجاذبية من الكلام اللي احنا قلناه ده؟ هي قوة جذب تنشأ بين الأجسام بفعل كتلتها. يعني أنا دلوقتي ليا كتلة معينة، فالكتلة دي عارفة تثبتني على الأرض بسبب كتلتي. الكرسي ده ليه كتلة معينة علشان كده ثابت على الأرض. الشاشة دي ليها كتلة معينة عشان كده هي ثابتة على الأرض. يبقى قوة الجاذبية هي قوة جذب تنشأ بين الأجسام بفعل كتلتها. طيب تمام، ايه انواع الجاذبيه والجاذبيه دي موجوده فين وبتحصل فين؟ انا هرسم لكم رسمه ولو فهمتوها احنا كده يعتبر خلصنا المفهوم كله. يلا طلع ورقه وقلم وارسم الرسمه دي معايا. انا قلت لكم في الفيديو بتاع المراجعه، لو ما اتفرجتوش عليه روحوا اتفرجوا عليه، كنت شارحه فيه اول مفهومين. خلينا المنهج بسيط وسهل وسلس خالص. المذاكره بالرسومات دي حلوه جدا، ليه؟ علشان هي بتشغل كذا حاسه. انا اولا برسم بايديا ببقى حاسه اني بفنن، حتى لو رسم كروكي كده، بس انا بربط المنهج كده. يعني بتكلم عن الشمس اقوم رسمه شمس، بتكلم عن القمر اقوم رسمه دوريه القمر، فده بيخليني كده ايه، المعلومه تثبت في دماغي عشان بستخدم كذا حاسه، عيني وايدي ودماغي، فالحاجه بتثبت في دماغي اكتر. يلا بينا. احنا عندنا الشمس اهي، الشمس الشموسه بتاعتنا، وكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. احنا عايشين على كوكب الارض، تمام؟ وحوالين كوكب الارض ده القمر. تعالوا بقى نتكلم عن الجاذبية موجودة بين ايه وايه. اول حاجة في جاذبية ما بين الشمس والكواكب، صح؟ لو ما فيش جاذبية ما بين الشمس والكواكب كان ايه اللي هيحصل؟ ما كانش هيبقى فيه اصلا مجموعة شمسية. يعني كل كوكب بقى انا عايزة امشي يمين، انت مالك يا شمس؟ انت ليه بتشديني ناحيتك؟ كوكب الارض يمشي كده، عطارد يمشي كده، الزهرة يمشي كده. ما كانش هيبقى فيه نظام شمسي ولا مجموعة شمسية، ولا كان الكون هيبقى بالنظام ده. وكان ممكن حاجة تخبط في كوكب الارض فيحصل دمار للكرة الأرضية كلها. يبقى إذا في جاذبية ما بين الشمس والكواكب. طب مين بيشد مين؟ خليكم عارفين إن الكبير القوي يشد الأصغر، الكبير القوي يشد الأصغر. مين أقوى أو مين أكبر ككتلة؟ الشمس. فالشمس بكتلتها الكبيرة بتشد الكواكب ناحيتها. يعني الشمس تجذب الكواكب، زي مين؟ زي كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. طيب عندي هنا كوكب الارض وعندي القمر، مين كتلته اكبر، الارض ولا القمر؟ الارض طبعا، علشان كده الارض بيشد القمر فبيدور حواليه، تمام؟ يبقى اذا في جاذبيه ما بين الشمس والكواكب، ده اول نوع. في جاذبيه ما بين الارض والقمر، ده تاني نوع. في جاذبيه ما بيننا احنا اللي عايشين على كوكب الارض والاجسام اللي حوالينا. في جاذبيه في الشجره مخليها ثابته في كوكب الارض، في جاذبيه ليا مخلياني ثابته على كوكب الارض، في جاذبيه ليك وانت قاعد دلوقتي على المكتب او على الكرسي مخلياك ثابت على كوكب الارض. اول حاجه قوه الجاذبيه الارضيه، هي قوة تسحب الأجسام لأسفل. تاني حاجة قوة جاذبية الشمس، أهي الشمس الكوين بتاعتهم الملكة بكتلتها الكبيرة وجاذبيتها الكبيرة بتشد جميع الكواكب ناحيتها. تنشأ بين الشمس والكواكب، بتتسبب في دوران الكواكب حوالين الشمس. تالت حاجة قوة جاذبية القمر، إن القمر بيدور حوالين الأرض. تنشأ بين الأرض والقمر، بتخلي القمر يدور حوالين الأرض. هقول لكم حاجة كمان، القمر ده بيعمل لي حاجة اسمها أو ظاهرة اسمها المد والجزر. علشان كتلة القمر أكبر من كتلة المية، فمثلا القمر لما بيطلع لقدام كده أو كوكب الأرض بيدور، فالقمر مثلا بيبقى هنا فيقوم شدد المية قدام فيحصل مد. طب لو العكس، القمر مثلا هنا فيقوم شدد المية لورا فبيحصل عملية جذر. فالقمر هو سبب عملية المد والجزر. يعني لو القمر مش بيدور حوالين الأرض كان إيه اللي هيحصل؟ هيأثر لي طبعا على عملية المد والجزر.
بعدين جايب لي امثله على الجاذبيه اللي احنا طبعا عارفينها. اول حاجه هبوط رجل المظلات، الناس اللي هم بيحبوا يلبسوا الباراشوت وينزلوا دول، هم ليه مش بيفضلوا طايرين او معلقين في الهواء؟ بسبب الجاذبيه بتشدهم لاسفل. تاني حاجه تحرك الولد بثبات على سطح الارض. انا ماشيه اهو، انا ماشيه اهو، ليه انا ثابته على كوكب الارض؟ ليه لما مش بعمل رجلي كده مش بطير؟ بسبب الجاذبيه. القلم ده لو حذفته هيقع على سطح الارض، ليه؟ بسبب الجاذبيه. سكب الزيت من الزجاجة، لما بنيجي ندلق حاجة بتنزل على سطح الأرض برضو بسبب الجاذبية. ايه تعريف الجاذبية الأرضية؟ القوة التي تسحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. أكيد هتسحبها نحو مركز الأرض، ما هي جاية من اسمها. طب ايه خصائص الجاذبية بقى؟ هنحفظ 3 حاجات: غير مرئية مؤثرة، قوة سحب. يلا، غير مرئية مؤثرة، قوة سحب. ايه خصائص الجاذبية؟ اكتبها جنبيها: غير مرئية مؤثرة، وهنعرف كل حاجة يعني ايه قوة سحب. اول حاجة يعني ايه غير مرئية؟ هل انا لما برمي القلم ده اهو وقع، هل انا لما برميه بشوف قوة خارقة بتطلع من الارض تشده؟ لا طبعا انا مش بشوف حاجة. طب لما بدلق مية بشوف قوة خارقة طالعة تشد المية؟ لا برضه انا ما بشوفش حاجة، بشوفها بس بتنزل الى سطح الارض. يبقى قوة غير مرئية، انا مش بشوفها، انا بس بشوف تأثيرها. يبقى كده هي غير مرئية وهي مؤثرة، انا بشوف تأثيرها. تالت حاجة قوة سحب، قوة بتسحب الأجسام لأسفل. أنا عندي قوتين هناخدهم دلوقتي: قوة دفع ببعد الحاجة عني، وقوة سحب. السحب ده أي حاجة بتشد الأجسام نحوها، فالأرض بتشد الحاجات اللي بتقع عليها، يبقى إذن هي قوة سحب. فهمناها؟ يبقى أول حاجة غير مرئية مؤثرة، قوة سحب. نقولها 3 مرات: غير مرئية مؤثرة، قوة سحب. تاني، سامعاك شكلك مش بتقول. قول: غير مرئية مؤثرة، قوة سحب. طيب، غير مرئية قلنا ان احنا مش بنشوفها بعينينا، احنا بس بنشوف تأثيرها. ماذا يحدث إذا لم تكن هناك قوة جاذبية أرضية؟ إيه اللي هيحصل لو مفيش جاذبية؟ كل حاجة هتبقى طايرة، الأجسام مش هتبقى على سطح الأرض، يبقى لن تستقر الأجسام على سطح الأرض، ومش هتتحرك إلى أسفل، ومفيش قوة تسحبها، وكان زماننا طايرين، والتربة دي طايرة، والمية دي طايرة، والكرسي ده طاير. مع الحياة تبقى مستحيلة. تخيل أنت عايز تشرب والمية طايرة في الأوضة التانية وأنت عمال تجري وراها. الحياة مستحيلة، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. ماشي. ماذا يحدث إذا انعدمت الجاذبية بين الأرض والقمر؟ إيه اللي هيحصل لو مفيش جاذبية ما بين كوكب الأرض والقمر؟ إيه اللي هيحصل؟ القمر هيتحرك بعيد، هيخرج بره المدار. وإيه كمان؟ مش هيحصل لي عملية المد والجزر. سهل. أول درس شفته صغير قد إيه؟ يلا بينا نحل عليه. تتسبب، صح وغلط، تتسبب جاذبية الأرض في حركة الأجسام إلى أعلى. شكله ما كانش مركز، بيقول لك لاعلى، يعني عايز نرمي القلم ده يطير لفوق. في حاجه اسمها كده بالذمه؟ رد على انت في الكومنتات. غلط. تاني سؤال: تنعدم قوه الجاذبيه بمجرد سقوط القلم على سطح الارض. السؤال ده حلو، بيقول لك انا هنعتبر دي سطح الارض عشان انتوا مش هتشوفوا سطح الارض. انا رميت القلم اهو فوقع على سطح الارض، قوه الجاذبيه بتاعته انعدمت؟ لا طبعا، اصلك لو انعدمت القلم هيرجع يطير 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 يطير، لكن الجاذبيه لسه موجوده بدليل ان القلم ده ثابت على سطح الارض، يبقى غلط. 3: تؤثر قوه جذب الشمس للارض عن بعد. قوه جذب الشمس للارض صح طبعا بتاثر عن بعد. انا ما بشوفش، يعني المسافه ما بين الشمس وكوكب الارض كبيره جدا وبرده بتاثر فيها. 4: تطير الأجسام في الفضاء عند انعدام الجاذبية الأرضية. صح، علشان كده رواد الفضاء لما بيطلعوا الفضاء، هقول لكم حاجة، حد سأل نفسه ازاي رواد الفضاء بيطلعوا فوق وبيرجعوا تاني رغم ان فوق مفيش جاذبية؟ تعرفوا ليه؟ اقول لكم. علشان هما بيبقوا عاملين حاجه، بيبقوا رابطين زي حزام امان كده في وسطهم، والحزام ده مربوط بالمركبه الفضائيه. يعني هما طلعوا من الصاروخ او طلعوا من المركبه الفضائيه، لو طلعوا كده وخرجوا قابلني لو عرفوا يرجعوا تاني. اصلك هناك مفيش مثلا حته يركنوا فيها الصاروخ ويرجعوا له تاني، لا. فهم لو مش رابطين نفسهم اسمها ايه، بالصاروخ او بالمركبه الفضائيه دي، مش هيعرفوا يرجعوا تاني، خلاص هيتوهوا. فمثلا رواد الفضاء عددهم 3، بيبقى معاهم 3 حزمة امان كده، وهم مربوطين في الاخر بالمركبه، عايزين يرجعوا بيفضلوا اللي هو يمسكوا في الحبل كده لحد ما يرجعوا. نفس الفكره في الغواصين لو شفتوا الفيديوهات بتاعتهم. ماشي.
اكمل. تعتبر الجاذبية من النقط التي تسبب حركة الأجسام. الجاذبية طبعا قوة، من القوة التي تسبب حركة الأجسام. 2 من خصائص قوة الجاذبية، تعالوا نقول لهم التلاتة ايه؟ غير مرئية، مؤثرة. التالتة قوة سحب. غير مرئية، مؤثرة، قوة سحب. 3 يسقط الماء من الصنبور بفعل قوة ايه؟ هيكون بفعل قوة ايه؟ ايه اللي هيشده لتحت؟ طبعا الجاذبية. 4 تنشأ قوة الجاذبية بين الأجسام بفعل كتلتها. تعمل جاذبية نقط على دوران القمر حول الأرض. أنا قلت لك إيه؟ قلت إن الأقوى أو اللي كتلته أكبر هو اللي بيشد الأجسام نحوه. طب أنا بقول لك القمر وبقول لك الأرض، مين فيهم كتلته أكبر؟ أكيد الأرض، يبقى تعمل جاذبية الأرض. 2 تسمى القوة التي تسحب كرة لأسفل نحو الأرض بقوة إيه؟ قوة الجاذبية. القوة المسؤولة عن وقوفك ثابت على الأرض إيه هي؟ جاذبية. 4 جميع العبارات الآتية تصف الجاذبية ما عدا واحدة فيهم بس اللي غلط. الجاذبية قوة غير مرئية، صح. قوة دفع، غلط، دي قوة سحب. تعالوا نقرا الباقي. تؤثر على الأجسام دون تلامس، صح. هل أنا علشان أرمي القلم ده على الأرض لازم أنزل أحطه وأخليه يتلامس مع الأرض؟ لا، أنا لو رميته هيقع على طول. يمكن ملاحظة تأثيرها، صح. يبقى الإجابة ج. ما أهمية الجاذبية الأرضية؟ إيه أهمية الجاذبية الأرضية؟ بتخلينا ثابتين على سطح الأرض، بتسحب الأجسام إلى أسفل، عاملة استقرار إنه مفيش حاجة طايرة، يبقى تسحب الأجسام إلى أسفل باتجاه سطح الأرض، وعمل توازن على كوكب الأرض. 2 علل حدوث ظاهرتي المد والجزر. قلت لك بتحصل بسبب ايه؟ بسبب دوران القمر حول الارض، او لو حد كتبها مثلا بسبب جاذبيه الارض للقمر، هي ما هو الارض لما بتجذب القمر فبيدور حواليها، فهي دي بقى احلى حاجه في العلوم، ان هو مش اسطمبه، مش بندش، مش بنحفظ. لو ما كتبناش لانه وكتبنا لان، ما فيش حاجه اسمها كده. العلوم ماده فهم، ماده احنا بنفهم اللي احنا واخدينه وبنكتبه. ده حتى التعريفات مش لازم تحفظوها اسطمبه. بس طبعا اوعى حد يالف لي تعريف، اوعى تقولوا الجاذبيه قوه التي تسحب الاجسام لاعلى، لا احنا كده غلطنا في حاجات. لازم ايه؟ دي ثوابت، بس احنا بنكتب اللي احنا فاهمينه. مش مثلا هي الاجابه كده يبقى هي الاجابه، لا احنا بنكتب اللي احنا فاهمينه. طالما احنا قلنا الحاجه العلميه صح تبقى الاجابه بتاعتنا صح. بسبب دوران القمر حول الارض، وقلت لكم اللي عايز يكتب بسبب جاذبيه الارض للقمر برضو صح. 3 ماذا يحدث عند انعدام الجاذبيه بين الارض والقمر؟ السؤال لسه معدي علينا. ايه اللي هيحصل لو مفيش جاذبيه ما بين الارض والقمر؟ اهو، يتحرك القمر في الفضاء بعيدا عن الارض، ومش هيبقى فيه حركة المد والجزر. يتحرك القمر في الفضاء بعيدا عن الأرض، وإيه كمان؟ ولن تحدث ظاهرتي المد والجزر. زي الفل. اذكر خصائص الجاذبية الثلاثة. ها، أنا هسيبهم لك أنت تقولهم في الكومنتات. لو فاكر الأغنية غير المرئية، ها مش هغششك، مش هقول حاجة تاني. 5 انظر إلى الشكل المقابل ثم حدد القوى المسؤولة عن دوران الكواكب حول الشمس. مين اللي بتخلي الكواكب بتدور حوالين الشمس بسبب كتلتها الكبيرة؟ أكيد قوة جاذبية الشمس. يلا بينا على الدرس الثاني. الدرس الثاني بيكمل على الدرس الاول، والمفهوم ده اسهل مما تتخيلوا، وبسيط جدا وصغير جدا برضو. هنتكلم عن العوامل اللي بتأثر على الجاذبية. عندي عاملين 2 وبرضو هنحفظها بأغنية. اول واحد الكتلة. اول واحد ايه؟ الكتلة. تاني واحد المسافة. هفهمها لكم ببساطة. لو احنا جبنا، استنوا هعمل لكم التجربة، ادوات التجربة. هجيب كرة، هاتوا كرة من عندكم، انا مش عندي كرة جبت كذا ورقة كتيرة كده وحشرتهم في بعض فعملوا لي كرة. وهات ورقة مفرودة او منزيل. طيب قبل ما انا اعمل التجربة، مين كتلته اكبر؟ المنزيل اللي انا مش حاسة بيه على ايديا ده، ولا الكرة دي، الكرة الورقية؟ اكيد الكرة الورقية.
طيب انا لو حدفتهم مين هيوصل لسطح الارض الاول؟ مين هينجذب الاول؟ بصوا هم من ارتفاع عالي، ماشي ركزوا. شفتوا اللي حصل؟ الكرة نزلت على طول، اكيد انتوا شفتوها نازله على طول، والمنديل فضل يعمل كده اهو كده اهو كده اهو. طيب اللي حصل ده بسبب ايه؟ بسبب ان كتله الكره اكبر، اذا هتنجذب اسرع. طيب المنديل او اي حاجه خفيفه كتلتها ايه؟ كتلتها خفيفه، اذا هتنجذب ابطا. طب معنى الكلام اللي انا بقوله ايه؟ ان كل ما الكتله قلت، كل ما الكتله قلت زي المنديل او الحاجه الخفيفه. عايزين تجربوها في البيت مثلا، هاتوا مفتاح يكون تقيل، وهاتوا مفتاح بتاع الباب، وهاتوا منديل واحدفوهم هما الاتنين، شوفوا مين هيقع الاول. هاتوا ازازه مليانه ميه، وهاتوا لا الاستيكه برضو كتلتها كبيره، هاتوا ورقه فاضيه واحدفوهم هما الاتنين. فاهمين؟ كل ما الكتله تزيد كل ما الجاذبيه تزيد، كل ما الكتله تقل كل ما الجاذبيه تقل، وكل لو هي زادت الجاذبيه هتزيد. طب معنى الكلام ده ايه؟ انه بزياده كتله الاجسام تزداد قوه الجاذبيه. هقول لكم حاجه انتوا هتاخدوها في الرياضه، انتوا لسه ما خدتوهاش، بس عشان لما تاخدوها قولوا لهم مس مارينا شرحتها لنا. بصوا انا قلت لكم هنا ايه؟ دي بتقلد دي، يبقى اسمها علاقه طرديه. يعني ايه طرديه؟ يعني دي بتطارد دي، انا طلعت الجاذبيه طلعت، انا نزلت الجاذبيه قلت، دي بتقلد دي، الكتله قلت يبقى الجاذبيه قلت، الكتله زادت الجاذبيه زادت، يبقى الكتله علاقه طرديه، الكتله والجاذبيه ما بينهم علاقه اسمها علاقه طرديه. طيب المسافه، جربوا برضو نفس التجربه، ان انتوا ترموا جسم من مكان عالي وتحسبوا هياخد قد ايه، وترموا جسم من مكان منخفض وتحسبوا هياخد وقت قد ايه. هتلاقوا كل ما المسافه كانت كبيره هياخد وقت على ما ينزل الى سطح الارض، يعني جاذبيته تقل. يبقى كل ما المسافه زادت الجاذبيه قلت. طب كل ما المسافه بقت اصغر، يعني هو قريب من سطح الارض، هيتشد بسرعه ويقع، يبقى الجاذبيه تزيد. هقول لكم برضو تعملوها بايه. هاتوا مغناطيسيين، تمام، ابعدوهم عن بعض، ابعدوا ايديكم عن بعض، هتلاقوا ان ايديكم مش عايزه تقرب، ايديكم انا تمام مش عايزه اقرب من بعض. يبقى كل ما المسافه زادت اهي الجاذبيه ايه؟ زي ما هي عادي، الجاذبيه قليله. طب لو انا قربتهم، بصوا المسافه بقت قريبه ازاي، هلاقي ايدي عماله تعمل كده عماله تعمل كده، يبقى الجاذبيه بتزيد. طب انتوا واخدين بالكم انا عماله اقول لكم ايه؟ المسافه لما تقل الجاذبيه تزيد، المسافه لما تكبر الجاذبيه تقل. هو انا مش بقول كلام عكس بعضه؟ صح، بقول لك دي زادت دي قلت، دي قلت دي زادت، يبقى علاقه عكسيه. علاقه عكسيه. وعلموها بايه؟ ان المسافه فيها س وعكسيه فيها س. يلا نحفظ حاجه مع بعض. الكتله علاقه طرديه والمسافه علاقه عكسيه. تاني، الكتله علاقه طرديه، الكتله زادت الجاذبيه زادت، الكتله قلت الجاذبيه تقل، والمسافه علاقه عكسيه، المسافه زادت الجاذبيه تزيد، المسافه بعدت الجاذبيه تقل. يبقى ايه العوامل اللي بيأثروا لي على الجاذبيه؟ يبقى احنا لحد دلوقتي حفظنا اغنيتين، تيجوا نفتكرهم. ايه خصائص الجاذبيه؟ 3: غير مرئيه، مؤثره، قوة سحب. طيب ايه العوامل اللي بتأثر لي على الجاذبية؟ 2: الكتلة علاقة طردية، المسافة علاقة عكسية، المسافة وعلاقة عكسية، تمام؟ بصوا اهو اللي انا بقول لكم عليه، بصوا دول قريبين من بعض، هنا بيعرفكم التجاذب والتنافر برضو، هنا دول قريبين من بعض، يبقى الجاذبية بتاعتهم عالية، الجاذبية هتبقى كبيرة. ليه؟ علشان المسافة بتاعتهم قريبة من بعض، علاقة عكسية. طيب هنا بصوا المسافة كبيرة ازاي؟ المسافة كبيرة، المسافة كبيرة. طيب هما عايزين يتشدوا لبعض؟ لا، يبقى الجاذبية قليلة، علاقة عكسية. طيب انا عندي قوتين هما السبب ان الاجسام دي بتتحرك. ايه هما يا مس مارينا القوتين دول؟ ببساطه قوه دفع وقوه سحب. اعمل معايا قوه دفع وقوه سحب. قوه الدفع دي الحاجه اللي بتبعد الاجسام عنها، عارفين زي ايه؟ زي لما تمسكوا مغناطيس بس من العكس كده، طرف اللي هو موجب مع موجب او سالب مع سالب، تمسكوه كده هتلاقوا ايديكم بتبعد عن بعض، بتبعد عن بعض كده، ده اسمها قوة دفع. طالما حاجة بتبعد عني، او عارفين زي ركل اللاعب للكرة، ان اللاعب بيشوط الكرة بعيد عنه، دي برضو قوة دفع. طيب قوة سحب زي ايه؟ زي لو جبت مغناطيس عمال يجذب مسامير، عمال يجذب مشابك كهرائية نحو يعني ناحيته. طب ايه اللي بيحصل ده؟ بيشدها، طالما بيشدها يبقى بيقربها ليه، يبقى قوة سحب.
اول حاجه قوه دفع اهي ركل اللاعب للكره، تاني حاجه قوه سحب لو انا عندي مغناطيس بيجذب لي المشابك الورقيه. المشابك الورقيه دي لو انتم مش عارفينها هي حاجه شبه الدبابيس، كانت موجوده زمان اكتر بدل الدباسه، يعني الدباسه بتحط دبوس كده وتمسك لي كذا ورقه، هي كان بيبقى شكلها عامل كده اهو، كانوا بيحطوها في كذا ورقه عشان تمسكهم ببعض. اما بقتش اشوفها دلوقتي زي زمان، بس هي موجوده في بعض المكاتب. عامه دي حاجه مصنوعه من المعدن فعلى طول هتنجذب للمغناطيس. طيب قوة الدفع والسحب هل هما قوتين في نفس الاتجاه، ولا بقولك دفع ببعد عني والسحب بقرب مني، الدفع ببعد عني والسحب بقرب مني، يبقى هما قوتين فين؟ في اتجاهين متضادين او اتجاهين مختلفين. وطبعا كل ما انا زقيت الحاجة دي بقوة هتتحرك مسافة اكبر. لا طب لو زقتها حته صغيره هتتحرك مسافه اصغر. جايب لي هنا عربيه لعبه، لو انا قصرت عليها بقوه صغيره هتمشي حته صغيره، طب لو قصرت عليها بقوه كبيره او لو انا زقيت عربيه كبيره هتمشي طبعا مسافه اكبر. طيب بيقارن لي هنا ما بين قوة الجاذبية وقوة المغناطيسية. قبل ما نبص على الكلام ده، الجاذبية مين يقول لي هي قوة دفع وسحب ولا سحب بس؟ هديك دقيقة تفكر. الجاذبية دي أنا برمي أي حاجة بتنزل على سطح الأرض، أي حاجة موجودة على سطح الأرض، يبقى أي حاجة بتتشد نحو سطح الأرض. طالما قلت لك بتتشد يعني إيه؟ يعني بتقرب منها، يعني قوة إيه؟ يعني قوة سحب. طيب هل ممكن الجاذبية مرة تغير رأيها وتقول لي معلش يا ورقة أنا مش قادرة أجذبك إلى سطح الأرض ممكن تطيري؟ مفيش حاجة اسمها الكلام ده. يبقى الجاذبية قوة سحب فقط. لو حد قال لي الجاذبية سحب ودفع يا ميس، غلط، هتاخد صفر قد كده، صفر هينزل على دماغك. يبقى الجاذبية قوة سحب بس، الجاذبية ايه؟ قوة سحب بس. طيب المغناطيسية، المغناطيسيين اللي بيتباعوا قدام المدرسة دول مرة بينجذبوا لبعض ومرة ايه؟ ايدي بتتنافر بعاد عن بعض. يبقى المغناطيسية قوة سحب ودفع، يبقى الجاذبية سحب بس بتشد الأجسام بس، إنما المغناطيسية ايه؟ يا سحب يا دفع. هنا جايب لي انواع قوه بيتكلم عنها. اول حاجه معايا قوه الجاذبيه. طيب قوه الجاذبيه دي قلنا ايه؟ قلنا دي قوه سحب فقط. جايب لي مثال عليها زي يسقط الكوب نحو الارض، لو القهوه دي اتدلقت او وقعت من ايديا هتقع عند الارض يعني. التانية القوه المغناطيسيه قلنا دي ايه؟ سحب ودفع. زي ايه؟ تقترب مشابك الورق من المغناطيس، قلنا بيجذب الدبابيس نحو او المشابك الورقيه. التالتة قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك دي انه اي جسمين متلامسين. خدوا بالكم في حاجة مهمة، ازاي افرق ما بين قوة الاحتكاك وقوة الجاذبية؟ هما طبعا الاتنين بعاد عن بعض، بس الاحتكاك ده لازم يبقوا الجسمين متلامسين بيحتكوا ببعض. بصوا الحركة دي بيحتكوا، انا بعد دلوقتي بعمل احتكاك. او زي ايه؟ او زي اطار العربية لما بيحتك بالطريق، او زي اطار العجله بردك لما بيحتك بالطريق. يبقى لازم تبقى ما بين جسمين متلامسين. امال الجاذبيه ايه؟ عادي جسمين متباعدين عادي، انا لو رميت الحاجه من الدور ال 13 هتنزل برضو عادي، مش لازم الجسمين يبقوا ايه؟ لازقين في بعض. بيقول لي قوه الاحتجاج دي تتحرك للامام زي ان انت بتمشي على الارض اهو بثبات، مش هتقع يعني. بعدين قوه الرياح جايب لي مثال عليها اللي هي توربينات الرياح. ممكن السؤال ده يجيلك عن طريق ايه؟ يقولك اذكر بعض انواع القوى وامثله عليها. هقول له ايه؟ مين الاتنين صحابنا اللي اتكلمنا عنهم الاول؟ قوه الجاذبيه وقوه المغناطيسيه. مين الاتنين الضيوف اللي اتكلمنا عنهم؟ الاحتكاك اللي قلنا بين جسمين ايه؟ لازقين في بعض متلامسين. والرابعه قوه الرياح، المثال بتاعها زي توربينات الرياح. الدرس التاني خلص، بذمتكم حسيتوا بيه؟ انا ما حسيتش. اكمل. عند زيادة بصوا انا مش هكمل باقي السؤال، هو بيقول لي هنكمله دلوقتي بس يعني هنمسك حتة قصدي. عند زيادة المسافة، انا قلت مسافة ايه اللون ده؟ السبورة بتوجب معاك احسن تجاوب غلط. انا قلت المسافة دي علاقة ايه؟ عكسية. المسافة علاقة عكسية. وقلت زيادة المسافة يعني المسافة زادت. طب ايه اللي هيحصل للجاذبية؟ يبقى الجاذبية تقل.
بصوا اتعلموا تطلعوا معلومات كده من السؤال وبيانات قبل، يعني احنا بنقرا السؤال نطلع منه معلومات بعدين نقراه للاخر، يمكن المعلومات اللي احنا طلعناها فيها الاجابه. تعالوا نقرا بقى. عند زياده المسافه بين الارض والقمر فان جاذبيه الارض للقمر ايه اللي هيحصل؟ هتقل طبعا، ادينا طلعناها. تعتبر القوة المغناطيسية قوة، أنا قلت المغناطيسية اللي هو إيه؟ بجيب مغناطيسيين يا إما بقربهم من بعض في الاتجاه الموجب والسالب، يا إما بيبقوا عكس بعض فبيحصل ما بينهم قوة تنافر. يبقى كده أهو، طبعا هما الاتنين بيبقوا قد بعض بس هي الرسمة اللي مش واضحة. يبقى دي قوة سحب إنما دي قوة دفع. 3. تدور أذرع التوربينات بفعل قوة إيه؟ الرياح، دفع الرياح. صح وغلط؟ تمثل قوة الجاذبية قوة دفع وسحب الأجسام. بص بقى بيقولك ايه؟ بيقولك الجاذبية قوة دفع وسحب، يعني مرة نوقع القلم مرة يسقط ويبقى سحب ومرة يطير. مفيش حاجة اسمها كده طبعا، تبقى غلط. امال ايه؟ هي سحب فقط. علشان بس الناس البصمجيه شفتوا، يعني لو السؤال ده قال لي فقط تبقى صح، عشان في ناس اول ما بتشوف كلمه فقط تجري تقول لك الاجابه غلط. لا اهو لو قال لك قوه الجاذبيه قوه سحب فقط تبقى الاجابه صح. ماشي. تاني سؤال. تبذل قدمك قوه عند احتكاكها بالارض لتساعدها على الحركه. صح طبعا. 3. يقل تأثير الجاذبية الأرضية كلما ارتفع الجسم إلى أعلى. بص بيقول لك إيه؟ الجسم يرتفع إلى أعلى يعني المسافة هتزيد. طب إيه اللي هيحصل للجاذبية؟ يبقى الجاذبية تقل. يقل تأثير الجاذبية والجسم ارتفع، تبقى الإجابة صح. ليه؟ عشان هما عكس بعض. 4. تكون قوة السحب والدفع في اتجاه واحد دائما. غلط، ده أنا بقول لك فاكرين الأغنية؟ الدفع السحب بقرب مني والدفع انا ببعد عني. تمام، يبقى هما الاتنين في اتجاهين مختلفين او اتجاهين متضادين. ماذا يحدث عند زيادة كتلة الأجسام؟ يلا نسمع الأغنية. الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة عكسية. المفهوم ده تحسه كله أغاني وكله كم معلومة وبسيط خالص. ايه اللي هيحصل عند زيادة كتلة الجسم بالنسبة للجاذبية؟ على طول تزداد الجاذبية. تاني سؤال. ماذا يحدث عند زيادة المسافة بين الأرض والقمر؟ نفس الأغنية. الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة عكسية. بقى إيه اللي هيحصل عند زيادة المسافة؟ هنقول تقل الجاذبية بين الأرض والقمر. طب برضو لما تقل المسافة لما تقل الجاذبية إيه اللي هيحصل؟ هتقل ظاهرة المد والجزر، ممكن القمر يتوه في الفضاء وهكذا. ما العوامل التي يتوقف عليها قوة الجاذبية؟ قلنا عاملين اتنين، ايه هما؟ الكتلة والمسافة. سمعي الأغنية في الكومنتات. الكتلة علاقة ايه والمسافة علاقة ايه؟ الكتلة بين الجسمين والمسافة بين الجسمين. صنف ما يلي إلى قوة سحب ودفع. جذب المغناطيس بيجذب بيقربوا منه المشابك المعدنية، دي قوة ايه؟ قوة سحب. تاني سؤال. ركل اللاعب للكرة، بيشوط الكرة بيشوطها دفعها بعيد عنه، يبقى قوة دفع. انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب. الشكل اللي هو مغناطيس وفيه دبابيس ورقية. اذكر اسم القوة التي يجذب بها المغناطيس المشابك الورقية. القوة المغناطيسية. طب أنا ليه يا مس مارينا هنا ما قلتش الجاذبية؟ ما أنا عندي مغناطيس أروح أقول له جاذبية؟ ده حتى المغناطيس يزعل، ما المغناطيس هو اللي شده. تمام. المادة المصنوع منها هذه المشابك أكيد من المعدن. الخشب ده مادة مش بتنجذب للمغناطيس. هنا بيتكلم عن برضو ايه أهمية الجاذبية، ان هي بتسحب الأجسام لأسفل. تاني حاجة التحكم في حركتنا والتوازن على الأرض، من غيرها كل حاجة هتبقى طايرة ومفيش جاذبية ومفيش حاجة ايه تسحبنا لأسفل. عشان كده بيقولك علل يطفو رائد الفضاء في الفضاء. ليه رائد الفضاء بيفضل طاير؟ عشان مفيش جاذبية تشده لأسفل. ودي بقى الرسمة اللي أنا قلتلك لو فهمتها تبقى فهمت المفهوم. دي ايه الكلام ده؟ اتعلموا لما تلاقوا حاجه صعبه ارسموها بامانه، الموضوع هيبقى سهل قوي. يعني شايفين الكلام ده قبل ما نقراه، تعالوا نرسمه وشوفوا هنبقى فهمناه ولا لا. الشمس اهي اللي هي ايه؟ جاذبيتها كبيره. ليه؟ عشان كتلتها كبيره. ايه اللي بيحصل؟ اهو الكواكب حواليها الكواكب حواليها. عطارد، الزهره، الارض، اهو كوكبنا العزيز الارض. مين اللي بيدور حوالين الارض؟ تعالوا نغير اللون.
القمر بيدور حوالين الأرض في مسار معين طبعا. طيب مين بيشد مين؟ الأقوى بيشد الأصغر منه كتلة، مش حوار أضعف يعني. مين اللي أكبر جاذبية وأكبر كتلة؟ الشمس بتشد جميع الكواكب ناحيتها بسبب كتلتها الكبيرة. طيب يبقى الشمس بتجذب كوكب الأرض. حلو قوي، عرفنا يا كوكب الأرض إن الشمس بتجذبك. طب هو أنت كمان بتجذب حد؟ أنا بجذب القمر علشان أنا كتلتي أكبر منه، فأنا بعرف أشده لناحيتي. يبقى القمر بينجذب نحو الأرض. بقى ممكن نلخصها في حاجة، إن الشمس تجذب الكواكب، أو مثلا يعني نقول تجذب كوكب الأرض، ونقول هنا إن الأرض تجذب القمر. ليه الكلام ده؟ لو سألني علل ليه الشمس بتجذب الكواكب، هنقول لأن الشمس كتلتها أكبر من كتلة الكواكب، علشان كده بتعرف تجذبها. طب ليه الأرض بيجذب القمر؟ علشان القمر كتلته أكبر من كتلة الأرض، كتلته أكبر من كتلة القمر، عشان كده بيعرف يجذب القمر ناحيته. اهو بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه. تتميز الشمس بان كتلتها كبيره اكبر من الكواكب، علشان كده بتعرف تجذبها حواليها، وتعمل جاذبيه الشمس على دوران الكواكب في مدار ثابت حواليها، وتختلف سرعتها. طبعا كل كوكب بيدور بسرعه معينه. طيب ليه ربنا ما خلقهمش كلهم بيدوروا زي بعض وكلهم ليهم نفس الكتله وكلهم ليهم نفس الحاجه؟ علشان ببساطه كان ممكن يخرجوا بره المدار بتاعهم او جاذبيتهم. كان هيحصل تصادم. تخيلوا اتنين تخان مثلا عمالين يدوروا قدام بعض، ممكن ده يتمطوح كده او يدوخ ويخرج بره الدوريه اللي هو عملها لنفسه عشان يدوخ فيه، فيقوم خابط في ده، فالاتنين يلبسوا في بعض فيحصل دمار لكوكب الارض. لكن لو واحد مثلا كبير واحد صغير، ده هيبقى واخد باله من المدار بتاعه، ده واخد باله من المدار بتاعه، ده ليه كتله كبيره، ده سرعته غير ده. فاهمين الفرق؟ مثلا سرعه كوكب المشتري كبيره قوي، اقل من سرعه الارض. العطارد حجمه مثلا اصغر او اكبر من الزهره، وهكذا. فده عامل تناغم في المجموعه الشمسيه، وان كلها بتدور في مسار معين ومنظم، وان مفيش حاجه فيهم تخبط التانية او تخرج بره المدار او المسار بتاعها. علل تدور الكواكب حول الشمس في مدار ثابت بسبب جاذبية الشمس. طيب علل اختلاف قوة جاذبية الشمس للكواكب، علشان ببساطة كل كوكب ليه كتلة معينة وكمان برضو بتختلف المسافة بين الشمس والكواكب. يعني مثلا المسافة ما بين الشمس وعطارد غير المسافة ما بين الشمس وكوكب الزهرة، غير المسافة ما بين الشمس وكوكب الأرض، غير المسافة ما بين الشمس والمريخ، وهكذا. فاهمين؟ الجاذبية وتغير الحركة، دي تجربة لذيذة برضو هنعملها بالقلم اللي احنا مدوخينه معانا من أول المفهوم. ركزوا على اللي هيحصل، ماشي؟ القلم اهو أنا ماسكاه، هدفعه هرميه، وركزوا في الحركة عشان مش كل شوية هنرميه القلم هيمشي هينتحر مننا. القلم اهو، تمام؟ بصوا ايه اللي هيحصل. أنا رميته، ايه اللي حصل للقلم؟ أنا رميته كده، أنا الأول دفعته بعدته عني اهو، فبعدين لما وصل هنا شفتوا الحركه وقفوا الفيديو ورجعوه تاني، كان هنا رميته عمل زي كيرف كده وسقط تاني نحو سطح الارض. هو القلم مش كان في ايديك يا ميس؟ طلع كده، إيه اللي نزله تاني؟ الجاذبيه يا ابني، الجاذبيه اللي عمالين نقول عليها. اي حاجه في الدنيا هنرميها هتسقط تاني. رمينا كوره هتقع تاني تخبطنا في دماغنا، رمينا اي حاجه هترجع تاني على سطح الارض. فبيقول لي ان الجاذبيه بتاثر في تغيير اتجاه حركه الجسم. بصوا الجسم كان هنا، بصوا صاحبنا ده ماسك كوره، برضو لو جربتوا بالكوره، بس بعيدوا عن النيش عشان ماما، ماشي؟ لو جربتوا بالكوره حدفتوها هتلاقوا الكوره كانت في ايديكم قوه دفع، اتحدفت فوق اهو، نزلت تاني على سطح الارض. بسبب ايه؟ بسبب الجاذبيه. يتغير اتجاه حركة الكرة، بعدين تبدأ الكرة في السقوط بسبب قوة الجاذبية. بيقول لي بقى في الآخر تغير الجاذبية اتجاه حركة الجسم لما بنحدفه في الهواء وبتخليه يسقط على سطح الأرض. طب ما احنا عارفين ده اللي احنا استنتجناه أصلا من التجربة. علل يدور القمر حوالين الارض في مدار ثابت. طالما قال لك حاجه بتدور حوالين حاجه، نشوف مين فيهم كتلته اكبر، مين فيهم يبقى الارض. هنقول بسبب قوه جاذبيه الارض للقمر. قوه جاذبيه الارض اكبر من قوه جاذبيه القمر. ليه؟ عشان كتله الارض اكبر من كتله القمر. ما الذي يجعل القمر يدور حول الارض في مدار ثابت ومش بيخليه يسقط او يصطدم بسطح الارض؟
بيقول لي معانا السؤال انه ليه القمر اهو، احنا اهو كوكب الارض، تمام، وده القمر الحلو بتاعنا، ليه القمر بيفضل يدور في مدار ثابت ومثلا مش بيخرج بره المدار بتاعه، او مثلا مش بيقع، مش بيحصل له اي حاجه؟ بسبب ان الارض دي بتجذبه بشكل معين وبقوه جاذبيه معينه، والجاذبيه دي مش بتتغير. يبقى هنقول علشان القمر بيدور حوالين الأرض في مدار ثابت بقوة جاذبية معينة. يدور القمر حول الأرض في مدار ثابت بفعل قوة الجاذبية، كما أن التجاذب بين الأرض والقمر يمنعه من القوة أو التصادم بسطح الأرض. التجاذب دايما موجود فمش هيطلع بره المدار بتاعه. يلا بينا نحل على الدرس الثالث. قوة الجاذبية تسبب نقط. قوة الجاذبية بتسبب دوران القمر حول الأرض، صح. سقوط الأجسام نحو سطح الأرض، صح. دوران الأرض حوالين الشمس، صح. يبقى جميع ما سبق. شفت مش أول ما شفت كلمة جميع ما سبق جريت اخترتها، قريت باقي الاختيارات أحسن يطلع في واحد تاني فيهم هو اللي صح، ممكن تبقى الإجابات مش كلها صح. 2. أي الأجسام الآتية ليها جاذبيتها أقل جاذبية؟ الأرض، طبعا الأرض كتلتها كبيرة قوي فجاذبيتها كبيرة. القمر برضو القمر كتلته كبيرة فجاذبيته كبيرة. الشمس طبعا لا تقارن، قلت لكم دي الكوين أكبر كتلة وأكبر جاذبية. يبقى الجبل مقارنة يعني احنا عارفين ان الجبل كتلته كبيرة. انتوا ممكن دلوقتي تفكروا ده الجبل ده كبير قوي، طب مين أكبر يا عم بذمتك، الجبل ولا القمر؟ أكيد القمر. القمر ده اصلا جسم كبير قوي قوي قوي، والنجوم دي كبيره قوي قوي، والشمس كبير، كل حاجه دي كبيره جدا جدا، بس احنا علشان بعاد قوي عنها فبنشوفها كانها صغيره. يعني مثلا لو حد ساكن في الدور ال 13 الدور ال 15 بيشوف الناس وهي تحت كانهم نمله كده صغيرين، فكل ما احنا بعدنا عن الحاجه كل ما بنشوف حجمها صغير. فتخيلوا احنا بعاد قد ايه وبرده شايفينها مدوره كده. اذا دي كبيره جدا، كتلتها كبيره، يعني مقارنة بيهم إذا الجبل أصغر منهم. فهمتوا؟ ثالث سؤال. عندما يقذف الجسم القلم اللي احنا حذفناه، لما حذفناه رأسيا لأعلى إيه اللي حصل؟ يتحرك بسرعة كبيرة نحو الفضاء. القلم طلع الفضاء؟ ما هو لسه في ايديا الحمد لله. يبقى غلط. يظل عالقا؟ غلط. يعود مرة أخرى للأرض تحت تأثير الجاذبية؟ صح. اكمل. قوة التجاذب المتبادلة بالنقط تمنع القمر من السقوط والاصطدام بالأرض. قال لي القمر وقال لي الأرض، يبقى احنا بنتكلم عن الايه؟ عن القمر والأرض. 2. قوة جاذبية الشمس للكواكب متساوية ولا مختلفة؟ مختلفة. 3. يطفو رائد الفضاء عند ابتعاده عن كوكب الأرض نتيجة إن هناك مفيش جاذبية، صح وغلط. يتغير اتجاه حركة الكرة بسبب تأثير قوة الجاذبية عليها. الكرة اللي انت هتحدفها في البيت كده اهو هتتغير تأثيرها بسبب تأثير الجاذبية عليها، صح. تدور جميع الكواكب حوالين الشمس بنفس السرعة؟ لا طبعا، قلنا بسرعة مختلفة. 3. تسبب قوة جاذبية الشمس دوران الكواكب بشكل عشوائي. هل ربنا بذمتكم هيخلق حاجة عشوائية؟ لا طبعا، ربنا اللي خالق الكون ده كله، والكون ده كله بيمشي بنظام معين، ربنا اللي خلقه، فلا طبعا بشكل منظم. علل. تدور الكواكب حول الشمس في مدار ثابت. بيقول لك ليه الكواكب بتدور حوالين الشمس؟ ليه؟ طبعا هنقول بسبب جاذبية الشمس للكواكب. 2. قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. ليه الكلام ده بيحصل؟ علشان كتلة القمر طبعا أقل من كتلة الأرض، لأن كتلة القمر أقل من كتلة كوكب الأرض. لو حد عايز يكتب لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر هي تمام، ما اختلفناش. ادرس الشكل المقابل ثم أجب ما أكبر الأجسام جاذبية في المجموعة الشمسية. مين أكبر واحدة فيهم جاذبية؟ الشمس الشموسة صاحبتنا. ولماذا؟ بسبب إن كتلتها كبيرة جدا. يبقى هنقول الشمس بسبب كتلتها الكبيرة. ب. وضح دور الجاذبية في استقرار المجموعة الشمسية. ايه دور الجاذبية في استقرار المجموعة الشمسية؟ هنقول الشمس تجذب الكواكب حولها في مدار ثابت
بفعل قوة الجاذبية، عشان كده في المجموعة الشمسية. هنا بيعرفك تعريف قوة الجذب المغناطيسي. قوة تجذب بعض الأجسام المعدنية، قلنا إن هي لازم تبقى معدن، ما ينفعش تبقى خشب. طيب الاحتكاك ده، الاحتكاك قلنا ايه؟ لازم جسمين يبقوا متلامسين في بعض. طيب انا لما ببقى راكبه عربيه وببقى عايزه ابطئ السرعه شويه، بعمل ايه؟ بدوس فرامل. طب ايه اللي بيحصل لما بدوس فرامل؟ باختصار شديد كده، الكاوتش بتاع العربيه، نعتبر ده الكاوتش، بيحتك بالطريق كده، بيحتك فيه جامد، بتأثر عليه بشكل عكسي فيبطأ من سرعته. فاهمين؟ يعني مثلا ايه، تخيلوا حد بيجري بيجري بيجري، فانا عايزه ابطئه، فقمت يعني هو بيجري كده، قمت انا ايه، صداه. طب ايه اللي هيحصل؟ سرعته هتقل وهيقف. عشان كده لما بدوس فرامل، الكاوتش العربيه او اطار العربيه بيحتك بالطريق كده اهو، فبيقف وبيقلل سرعته حتى تتوقف. بيقول لي ان قوه الاحتكاك دي بتؤثر في عكس اتجاه الحركه. مثل الفرامل، لما بندوس على الفرامل ايه اللي بيحصل؟ اهو بتحصل قوه احتكاك بين الفرامل واطارات الدراجه او العربيه، فبتؤثر في عكس الاتجاه، فبتخلي سرعتها تقل لحد ما تقف. تاني حاجة اسمها مقاومة الهواء. مقاومة الهواء دي انتوا ممكن في الأول تفتكروها ان هي ايه، هي شوية هتحسوا ان هي عكس الجاذبية، بس انا هفهمها لكم. مقاومة الهواء دي، مش احنا الجاذبية دي بتأثر لأسفل؟ مقاومة الهواء دي بتعمل احتكاك ما بين الأجسام فبتأثر على الأعلى. يعني ايه الكلام ده؟ هاتوا نفس الورقة اللي احنا جبناها من شويه، هجيبها لكم تاني اهو. ادي المنديل او الورقه بتاعتنا المفروده، وادي الكره بتاعتنا اللي كتلتها كبيره واللي هي حجمها صغير. مقاومه الهواء ده بقى بيقول لي ايه؟ ان كل ما انا الجسم بتاعتي مساحته كبيره، كل ما هتاثر عليه قوه مقاومه هتحتك بيه في عكس الاتجاه، تخليه ايه، مش عارف ينزل بسرعه. فاهمين؟ يعني بصوا اهو، انا حذفت المنديل اهو، المنديل بصوا ايه اللي حصل؟ بياخد وقت، ما بينزلش بسرعه. طيب بصوا الكره ايه اللي بيحصل؟ انا حذفتها اهو، نزلت بسرعه في نفس الدقيقه. شايفين اللي حصل؟ طارت، نزلت على طول. طب ليه الكلام ده؟ عشان الكره دي مساحتها صغيره، مفيش قوه بتاثر عليها في عكس الاتجاه. يعني اهو الكره بتاعتي وهي نازله، مقاومه الهواء يا دوبك بتاثر عليها حاجه بسيطه فبتنزل على طول. لكن المنديل بتاعي ايه؟ مساحته كبيره. شايفين مساحته كبيره قد ايه؟ في مقاومه بتاثر هنا ومقاومه بتاثر هنا ومقاومه بتاثر هنا، فبيفضل طاير حبه طاير حبه طاير حبه طاير حبه لحد ما ينزل الى سطح الارض. فهمنا الفرق؟ يبقى مقاومه الهواء دي قوه احتكاك بتحصل في الهواء بين الاجسام المتحركه، بتبطئ من سرعتها وبتبقى طبعا في عكس الاتجاه. طب يا ميس مارينا، هو كده مقاومه الهواء عكس الجاذبيه؟ هو مش بالظبط، ما ينفعش نقول كده. هي الجاذبيه بتشدها لاسفل، مقاومه الهواء بتاثر في عكس الاتجاه وبتاخر شويه من ان هي تتشد لاسفل، لكن هي مش هتخليها تطير. عارفين زي ايه؟ زي حاجه، في ناس اسمهم هواة القفز. هواة القفز دول بيحبوا قوي 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 يطلعوا فوق الطياره، يطلعوا يعني يركبوا طياره ويوصلوا لارتفاع عالي، وهوبا يلا يا رجاله يلا نلبس الباراشوت هننط دلوقتي. بيحبوا جدا يعملوا كده، بيشوفوا ان دي متعه. هي فعلا متعه، بس هي عايزه حد قلبه جامد. بيلبسوا الباراشوت، تمام، وبقوا هم نازلين بينزل. طب انا لو طلعت فوق طياره ونطيت، لا نطيت كده هطب اموت، ما فيش حاجه، هقع. طيب ايه اللي بيأخر من نزولهم على سطح الارض؟ الباراشوت اللي هم بيلبسوه. بصوا بيبقى شكله عامل ازاي، او اسمها المظلات. المظلات احنا بلغه العلوم اسمها المظلات، انا عشان بشرح لك كده اهو بالعاميه بقول لك الباراشوت. ايه اللي بيحصل؟ بصوا مساحته كبيره ازاي. طيب وهو نازل هتاثر فيه مقاومه هواء، مقاومه، كل ده بيأخر من سرعته وبيخليه ينزل بالراحه، ينزل بالراحه. فعشان كده بقى وهم بينزلوا بالراحه بيفضلوا يتفرجوا على الدنيا من فوق كده، ويتفرجوا على السحب وقد ايه الحاجات شكلها جميل والطيور، فهم بيحبوا يعملوا كده. طيب ازاي المظلات دي بتخلي هواة القفز ينزلوا سلام على الارض؟ علشان هو لما بيفتحها، هو بينزل من الطياره يفتحها تبقى كبيره كده. ايه اللي بيحصل؟ تحتجز المظله الهواء المتدفق لاعلى، يعني هي كده والهواء بيبقى كده، تسحب مقاومة الهواء رجل المظلات لأعلى أهو في عكس اتجاه الجاذبية. شايفين؟ وتبطئ سرعة سقوطه إلى الأرض. يعني مقاومة الهواء هتسحبه لأعلى عكس الجاذبية وهتبطئ سرعته شوية، بس في الآخر هينزل لكوكب الأرض. فهمتوا الفكرة؟
ملحوظة: تؤثر كل من قوة الاحتكاك ومقاومة الهواء في عكس اتجاه حركة الجسم. صح. تزداد مقاومة الهواء عند زيادة مساحة سطح الجسم. ان لما انا جبت لكم الكرة الصغيرة مساحة سطحها صغير مفيش مقاومة هواء كبيرة، لكن لما جبت لكم المنديل او الورقة كل ده بيأثر فيه، كل ده بيأثر فيه، عشان كده بيفضل طاير. ماذا يحدث عندما يحرر هواة القفز المظلات أربطة المظلة؟ يعني لما بيفتحوا الباراشوت ايه اللي بيحصل؟ تزداد مساحة السطح المعرض للهواء، فببساطة تزداد مقاومة الهواء. يلا بينا ندخل على آخر جزئية وبكده نبقى خلصنا المفهوم بتاعنا. في عالم اسمه نيكولاس. اسمه ايه؟ نيكولاس. العالم ده اكتشف ان الارض بتدور بسرعة كبيرة اللي هي 107,000 كيلومتر في الساعة. بصوا الرقم ده مش مهم ان انتوا تتسألوا عليه، بس اعرفوا مش بتتسألوا عليه. العالم ده اللي هو نيكولاس اكتشف ان كوكب الارض بيدور بسرعة كبيرة جدا جدا اللي هي 107,000 كيلومتر في الساعة. طيب بيدور ازاي؟ او ايه شكل الحاجة اللي هو بيدور فيها؟ اهو كوكب الارض هو بيدور في شكل بيضاوي. اهو كوكب دي الشمس سوري، وده كوكب الارض بيدور في شكل بيضاوي. الشكل ده اسمه المدار. الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه المدار. المدار دي حاجه بتدور فيها الكواكب، زي ان حاجه ربنا عملها لهم، اللي هو انتوا لازم انتوا بتدوروا هنا، ما ينفعش تطلعوا براها، عشان يخلي المجموعه الشمسيه منظمه اكتر، وعشان زي ما قلت لكم ان ما فيش حاجه تخبط في حاجه فيحصل دمار لكوكب الارض. يبقى ايه المدار؟ مسار بيضاوي تدور فيه الكواكب حوالين الشمس. هل ينفع يبقى مسار كروي؟ لا. عارفين ليه؟ علشان هقول لكم. قوموا دلوقتي سيبوا التليفون، برضو شرحتها لكم في المراجعه، ارجع اتفرج عليها. سيبوا التليفون، لفوا حوالين نفسكم، دوروا، يعني بجد لفوا حوالين نفسكم، دوروا في شكل كوره كده، لفوا كده لفوا كده، هتدوخوا وشويه تلاقوا نفسكم بتتمطوحوا كده، وشويه تلاقوا نفسكم بتتمطوحوا كده. طب لو لفينا كده، لفينا كده، الحركه دي دور كده، يلا دور معايا وانا ماسكه القلم، لفينا كده، ايه اللي هيحصل؟ انت مش هتدوخ، مش هتطلع وتتمطوح بره المدار. فربنا عمل ان هو يبقى مدار بيضاوي علشان ببساطه مفيش حاجه تخرج بره المسار بتاعها فتصطدم بحاجه تانية فيحصل دمار لكوكب الارض. انا دي بفهمها لك، لكن هي مش عليك، علشان افهمك ليه ربنا خلقه بيضاوي ما خلقهوش كروي. تمام؟ المدار هو مسار بيضاوي تدور فيه الكواكب حوالين الشمس. بصوا شايفين الشكل اهو، بيضاوي بيضاوي، شكله عامل كده. انا مش برسم كوره كده، لا انا برسم مدار بيضاوي. اهو اهو. يبقى المدار ده مسار بيضاوي تدور فيه الكواكب حوالين الشمس. ماذا يحدث عند انعدام الجاذبيه من الشمس والكواكب؟ ايه اللي هيحصل؟ تصبح الكواكب في الفضاء بشكل عشوائي وممكن حاجة تصطدم بسطح الأرض. علل: تعد الشمس مركز الحركة في المجموعة الشمسية. ليه الشمس هي الكوين بتاعتهم والبريمو بتاعتهم؟ علشان هي أكبر كتلة وبالتالي هي أكبر جاذبية. فيعني إيه الكلام ده برضو؟ فهتشد كل الكواكب ناحيتها، هيدوروا في مدارات ثابتة، فهي دي المجموعة الشمسية. يلا بينا نحل على آخر درس ونبقى بكده خلصنا المفهوم. اكمل. يسقط مشبك الورق قبل الريشة إلى الأرض بسبب اختلاف مقاومة نقط لكل منهم. مشبك الورق والريشة، لو جبت مشبك ورق اللي هو الدبوس وريشة، مين فيهم هيسقط للأرض الأول؟ طبعا مشبك الورق، علشان هو مساحته صغيرة فمقاومة الهواء اللي بتأثر عليه صغيرة، مقاومة الهواء. 2. تسبح الكواكب بشكل عشوائي في الفضاء إذا انعدمت قوة الجاذبية. 3. المغناطيس لديه قوة تجذب بعض المعادن مثل الحديد. 3 معادن نحفظهم: الحديد والنيكل والكوبالت. ايه هما؟ الحديد والنيكل والكوبالت. تتسبب قوة نقط في إبطاء سرعة بلية تتحرك على الأرض. أنا بقول لك بلية بتتحرك على الأرض، يعني إيه؟ يعني الاتنين بيحتكوا في بعض، بيتلامسوا، يبقى دي قوة إيه؟ قوة الاحتكاك. 5. تؤثر مقاومة الهواء نقط اتجاه جاذبية الأرض عكس اتجاه جاذبية الأرض. بصوا في الأول بتبقى عكسها، بس في الآخر هي بتسقط على سطح الأرض. صح وغلط: الأجسام الثقيلة تصل إلى الأرض بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة عند انعدام مقاومة الهواء. خدوا بالكم لو ما خدناش بالنا من الحتة دي كنا هنقول إيه؟ إن السؤال صح. طب لما بيقول لي عند انعدام مقاومة الهواء، مفيش حاجة هتأثر في عكس اتجاه الجاذبية، وقتها كل حاجة هتسقط على الأرض بنفس السرعة عادي. يبقى غلط، هيسقطوا بنفس السرعة. 2. تعمل مظلة القفز اللي هي الباراشوت اللي قلت لكم عليه عند فتحها على زيادة سرعة سقوط الجسم للأرض.
ده كده اللي بينط ده هيتدب على الارض. لا طبعا، دي بتقلل من سرعة سقوطه على الارض. 3 قوة الاحتكاك تكون دائما في عكس اتجاه حركة الجسم. ايوه صح. 4 الاحتكاك يزيد من سرعة الجسم. يعني ايه الكلام ده يا عم؟ يعني انا لما بدوس فرامل عشان ازود سرعة العربية؟ لا طبعا بقلل. 5 المدار هو شكل كروي. لا احنا قلنا شكل ايه؟ شكل بيضاوي. علل. تعد الشمس مركز الحركة. من شوية وقفت لكم كده وقلت لكم ليه هي الكوين بتاعتهم علشان هي أكبر كتلة وبالتالي هي أكبر جاذبية. هنقول لأنها أكبر كتلة وبالتالي أكبر جاذبية وتجذب جميع الكواكب حولها. 2 يحرر هواة القفز بالمظلات أربطة المظلات عند الهبوط لزيادة مساحة السطح. لزيادة مساحة سطح المظلات فتزداد مقاومة الهواء فيقل سرعة هبوطهم إلى الأرض. 3 تعمل فرامل الدراجة على إبطاء حركتها. هنقول بسبب قوة الاحتكاك بين إطارات العربة والطريق. هنا قال لي دراجة يبقى نقول له إطارات الدراجة والطريق. لا يجذب المغناطيس الخشب أو الورق، لأن المغناطيس ببساطة بيجذب المواد المعدنية بس. هنقول لأنها مواد غير معدنية. عرف مقاومة الهواء. ايه تعريف مقاومة الهواء؟ هي قوة احتكاك تنشأ بين الجسم المتحرك والهواء وتعمل على ايه؟ على تقليل سرعته. انظر إلى الشكل المقابل ثم اختر الإجابة الصحيحة. القوة التي تنشأ بين إطار السيارة والطريق أثناء القوة هي قوة إيه؟ برافو، الاحتكاك. يكون اتجاه هذه القوة في عكس اتجاه الحركة. وبكده نبقى راجعنا مع بعض المفهوم الثالث اللي هو بيتكلم عن الجاذبية. لو عندكم أي سؤال أو حاجة مش فاهمينها أو حاجة فهمتوها وحابين تلخصوها مثلا، واكتبوا الأغاني علشان باقي أصحابنا يشوفوها، الأغاني اللي احنا أخدناها النهاردة. لو عندكم أي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. باي باي.